يسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم، بعد المحاولات وبعد الكرة الأولى والثانية من حارس المرمى للإبعاد، لكن الحاضر الآن فيها كرة هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، يقول ما فيها شيء مع يحيى. دامت يلعبها أمامية، نقلة محاولة، لكن الكرة بعد ذلك مرت وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. محاولة لا زالت مستمرة، هل من رأسية؟ لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب. الله على أسود الأطلس، حتى الآن يقدمون أداء يعني مميز، أداء رائع. لاحظ المحاولة العرضية وبعد ذلك الرأسية، وأكيد المجموعة اللي يتواجد مستمرة خطيرة. هذه كرة لا زالت قائمة، لكن فني مع المنتخب المغربي والسنوات العرضية، والهدف اللي سجل من جانب اللاعب يوسف النصيري اللي سجل الهدف التقدم لمصلحة. هذه خطيرة فيها محاولة تسديدة، لكن الكرة في هذه اللقطة لاحظ المحاولة والتسديدة القوية، لكن التألق لحارس المرمى.